النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البراونيز. سهلة جدا وسريعة ومكوناتها سهلة وهتنجح معاكي من اول مرة، وطعمها كمان شوكليت خالص. للناس اللي بيحبوا الشوكولاتة يعني وطرية. هنا معانا 110 زبدة، يعني في مقدار نص كوباية، وقالب 200 جرام شوكولاتة. هنسيحهم في الميكرويف او على حمام بخار زي ما المتوفر عندك يعني، لحد لما يسيح خالص، وهنسيبهم يبردوا على جنب زي ما انتم شايفين كده. لو في اي تكتلات ولا كده بنسيحها خالص، ولو محتاجه تخش الميكرويف تاني بندخلها، او محتاجه نسيحها على حمام بخار تاني بنسيحها. اهي كده ساحت معايا خالص. هنبتدي بقى نسيبها على جنب ونشوف المكونات التانية. معانا 3 بيضات، معلقه صغيره نسكافيه زرع ذوبان، فانيليا، كوبايه من السكر. هنبتدي نقلبهم مع بعض حلو. عندك مضرب كهرباء مفيش مشكله، ما عندكيش خلاص. انا بصراحه كسلت اطلع العجان بتاعي عشان كبير وكده، فبيتعبني ما بطلعه وبدخله يعني، فاستسهلت المضرب. وكله يعني في ناس ما عندهاش غير المضرب اليدوي، فعملته بالمضرب اليدوي. هبتدي بقى لحد لما المكونات كلها تدوب زي ما انتم شايفين كده. حسيت ان الطبق صغير فجبت طبق كبير. اغير لونه افتح. هبتدي بقى اضيف الشوكولاته عليه واحده واحده واقلبه كويس، وبعد كده هنشوف المكونات الجافه مع بعض عباره عن ايه. مش هياخد حاجه معانا كده. قلبته. هو هيتقل معاك، تحس ان هو تقل كده، بس لسه هو الخليط بتاع الكيكه بيبقى تقيل قوي، شبه عجينه، مش بيبقى زي الكيكه العاديه ابدا. هضيف معلقه صغيره معلقه صغيره بيكنج باودر. هضيف كمان ربع كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني. انضف كاكاو بصراحه بحب استعمله في كل الكيكات. هقلبهم كويس وهنخلهم على الخليط بتاعنا، وهقلبه واحده واحده بالراحه. اهم حاجه عشان بيبقى فيه تكتلات من الكاكاو، ولو في اي حاجه في الدقيق مفيش يعني تطلع. فاهم حاجه ان انت تنخلي زي ما انتم شايفين كده. انا مستخدمه دقيق عادي متعدد الاستخدامات. هقلبه زي ما انتم شايفين كده. تحس انها تقلت خالص ومحتاجه سوائل. لا بالعكس، ده كل ما بتبقى تقيله كل ما بتبقى ناجحه، بتبقى اتقل من الكيكه العاديه. يعني في ساعات بتطلع معايا اتقل من كده شويه حسب نوع الدقيق كده. كده انا خلصتها. ابتدي اجيب صينيه 20 في 20 وادهنها كويس. لو انا ما عنديش ورقه زبده بدهنها كويس زيت. لو عندي زبده ورقه زبده بحط ورقه زبده واحط فيها الخليط على طول، وادخله على حراره 170 180. مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق يسخن كويس. وبعد كده بحطه فيها وبتاخد حوالي من 25 دقيقة، من 20 دقيقة، من تلت ساعة اقصد لنص ساعة على حسب الفرن عندك. بصوا هو قوامها تقيل ازاي. ده كده قوامه المظبوط. هدخلها الفرن وارجع اوريها. هي كده بعد ما طلعت من الفرن ابتدي اقطعها معاك وهيت. طبعا بتسيبها تبرد تماما عشان يبقى عليها القشرة اللي بتلمع دي. ده نجاح الكيكة. ما بتاخدش وقت خالص، وسهلة في عمايلها جدا، وطعمها حلو، وهتعمليها على طول وبتنجح معاكي من اول مرة. هبتدي اهي اطلع واحدة معاكم. هي بتبقى خفيفة كده، تبقى طعمها بقى شوكولاتة جدا. اتمنى انتوا تجربوها. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير.